السلام عليكم. هنعمل مع بعض الطحينة الكدابة أو الطحينة بتاعة المطاعم اللي احنا كلنا فاكرين ان هي بالطحينة وطلعت ما فيهاش طحينة، بس انا حطيت معلقة طحينة. للأمانة طعمها بيبقى احلى من غير طحينة خالص. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده عيش شامي ابيض، او ممكن عيش فينو. بس اشيل القشرة بتاعته واخد اللبة بس بتاعة العيش الفينو. بتبقى احسن يعني لما بنعمل العيش الفينو بالقشرة. اول حاجه بقى بقطع العيش زي ما انتم شايفين كده واحط عليه ميه سخنه بتغليه جامد جدا. هغطيها واسيبها ربع ساعه لغايه ما العيش يطرى خالص ويبقى ملوش اي ملامح زي ما انتم شايفين كده ويبقى زي العجينه. هجيب بقى الخلاط بتاعي احط كده زيت. فايده الزيت ان هو مش هيخليها تشقق الوش بتاعها. بعد كده هحط بقى ليمون عصير واحط معلقة كبيرة خل. وبعد كده هجيب العجينة من العيش ولازم تكون دافية ما تكونش بردت، ما تسيبوهاش لغاية ما تبرد. بعد كده بقى هضيف معلقة ملح بس مش عارفة ما تصورتش ليه، وهضيف معلقة صغيرة من الكمون بس مليانة. وهحط معلقة شطة ودي اختياري. وبعد كده معلقة صغيرة من الثوم. وادي معلقة الطحينة اللي انا حطيتها، معلقة صغيرة مش كبيرة. بعد كده اقلب كل دوت عشان يتضرب كويس وانزل السوائل كلها تبقى تحت. هضرب بقى بالخلاط علشان الخليط بتاعي يبقى آم، حلو كده، يعني القوام بتاعته لا خفيف ولا تقيل زي بتاع بره. لو حسيت ان هو تقيل ممكن اضيف له ميه مغليه. وادي القوام بتاعي بقى لا خفيف ولا تقيل زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم طعمها والله بجد زي بتاع المحلات بالظبط. احنا بجد يعني وعملنا كميه كبيره من رغيفين عيش ومعلقه طحينه واحده. كميه كبيره جدا بتقعد معانا في التلاجة زي ما احنا عايزين ما بتبص. هرش بقى عليها من فوق كده رشة كمون ورشة شطة ودي اختياري، وحبة زيت وممكن زيت زيتون تعمليه بيها كمان. ودي سلطة الطحينة بتاعتنا بقت جاهزة. ما تنسوش تقولولي ايه رأيكم، جربتوها بالطريقة دي ولا في طريقة تانية ممكن تقولولي ان انتوا جربتوها بيها. وكمان قولولي لو هتجربوها بالطريقة بتاعتي قولولي ايه رأيكم فيها وبجد عجبتكم ولا لأ. ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.